مشى. علاش؟ لانه هذه بطوله ديال بطوله من 3 الدورات. الدوره الاولى لعبناها، غنلعبوا الدوره الثانيه مع بلجيكا، والدوره الثالثه غادي يلعبوا مع هذا هو اللي مهم في هادشي كامل. اول حاجه غنديروا واحد القراءه في التشكيله. نعم. التشكيله ديالنا كي كانت منطقيه، كلشي متفق عليها. الاول. نعم. كلشي في الاول. نعم. وعلما بانه لما كنا تنقراو في قبل المقابله الناس يقولوا حنا ما كرهناش يلعب الزلزولي. كاين الهضره ديال الزلزولي يلعب، بغينا الزلزولي يدخل، ما كرهناش يلعب الزلزولي. الزلزولي هو دخل، بان بانه الاختيار ديال الوالد كان اختيار منطقي مقبول. كانوا تيقولوا مثلا بحال دابا الاغلبيه كلشي مشى في هذا الاتجاه هذا. اذا ولكن الطريقه باش لعبنا كان تيبان فيها واحد النوع من الحضاره، واللي زاد عذبنا شويه الفرقه ديالنا هي انه لما تنشدوا حنا الكره عند المدافعين تنبغيو حنا نخرجوها. ملي تنبغيو نخرجوها تلقاو قدامنا 4 ولا 5 ديال اللاعبين كروات قراب لينا. اذا شنو منأكد السايس تنتفكوا منها. في الشوط الاول كنا تنخرجوها لعند حكيمي شويه، ولكن في الشوط الثاني ما بقاش تخرج عند حكيمي كاع نهائيا. الكروات شكل اخر. الكروات لما تياخذوا الكره في الدفاع كان تيلقاو قدامهم شكون؟ تيلقاو النصيري هو اللي غادي ماجي، والاخرين تيرجعوا نص الميدان. خصنا نعمروا وسط الميدان. عمرنا وسط الميدان، حدينا من الخطوره ديال الكروات، ولكن بدون ما نشكلوا عليهم خطوره. يعني بحال قلتي كنا دايرين مقابله سلبيه، يعني بحال كنا لاعبين على 0-0. يعني انه او لا، لانه حنا انا عامرين مالئين وسط الميدان، ما يجيو شيء الكروات، ما ياخذوا شيء. مدرس ياخذ الكره عند واحد الوقت يولي هو اخر مدافع، تيدوروها بيناتهم، تلقاو واحد المتنفس التمريره وما كاين والو. نعم. ولكن متى جدوا حنا ما كانش عندنا هاد الميزه انهم بقاو ندوروا كره ونديوها ونجيبوها بيناتنا وتمشي من اليمين من اليسار. ما كانش عندنا الزعامه، ماشي ما كان عندنا الزعامه، حتى هما دايرين واحد فارضين عليك انك تحيد الكره، حيت هما تيضغطوا عليك برعاه اللعابه، حتى تضغطوا غير بواحد. علاش؟ لانه هما داخلك برعاه ديال اللعابه باش يمكن لك تخرجها في وسط 4 فيها واحد النوع من المغامره. نعم. الا بغيتي دير هذه القضيه لما تيضغطوا عليك المدافعين، المدافع الاوسط يضغطوا عليه جوج، خصو يكون في واحد النوع من المغامره. شي المغامره هو يقبض الكره ويعطيها للمرابط وناحي في الوسط وتخرج. هذه فيها واحد النوع من المغامره ما تنديروهاش. تديروا تيديكاجي الكره لعند المدافعين تياخذوها، تيبقاو يلعبوا بيناتهم هما واحد المده تيلعبوا. كان فيها اولا باش نعييو ذاك المهاجمين لانه ما غيلعبوش الكره، واللاعب اللي عنده الكره ما تيعياش قد اللي تيجري تيتبعها. اذا هذه العمليه كان فيها واحد النوع من اللعب السلبي لينا وليهم. نعم. لينا وليهم، وبالتالي هذه مقابله كانت تيبان لي واخا يلعبوا فيها حتى 4 ايام غنبقاو سير ما كانش فيها حيت حتى هما حتى الكرواتيين يعني كانوا غادي يكونوا راضيين بالنتيجه التعادل. بان بانهم كانوا على الاقل ما غاديش يبغيو الخساره امام المنتخب الوطني المغربي. الطريقه باش كنا تنلعبوا لا حنا ولا هما ما كانش فيها يعني غرام ديال الامل انك تشوف فيها واحد النوع من المتعه. نعم. حيت ما كناش نلعبوا مثلا هجوم هنا، لا، اللي تياخذها ياك حتى هما تياخذوا الكره اش يديروا؟ تياخذوا الكره بقاو يمروا بيناتهم. يعني ماشي ذاك الاراده ديال انه خذ الكره وطلع قلب عليها واخا تضيع عليك، لانه الا بغيت تهاجم ما تتخممش في الكره واش تضيع عليك. الا بغيت تهاجم وتخلق الفرص ديال التسجيل تتولي تقلب العمليه الثنائيه، والعمليه الثنائيه تضيع فيها الكره، ولا تقلب على لي باس اون بروفوندور وباش دير لي سونتراج. هذا فيه واحد النوع من المغامره. الكروات لا، حتى هما كانوا تيكون لا تناسيروا لي باس ديالهم.